بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. قصة فيلمنا النهاردة بتتكلم عن قصة الحب المأساوية بين أنطونيوس وكليوباترا، واللي في نهايتها الاتنين فضلوا الانتحار على انهم يعيشوا بعيد عن بعض. بس قليل جدا اللي يعرف القصة السرية، وهي لغز بيضة كليوباترا الثالثة اللي قدمهم ماركوس لكليوباترا في يوم جوازه. والهدية دي عبارة عن 3 بيضات مرصعة بالجواهر رمز للإخلاص الأبدي. كانت طول السنين دي عبارة عن خرافة. في عام 1907 في مكان قريب من القاهرة في مزارع لقى 2 منهم. بالنسبة للبيضة الثالثة في اللي بيقول انها لسه محدش لقاها، والفريق التاني بيقول انهم لقوها بس اختفت بعدها. بالنسبه للبيضه الاولى موجوده في متحف سانت انجلو في روما، والبيضه التانيه اتباعت في مزادات علنيه اكتر من مره. فخلينا نكمل عشان نشوف القصه الحقيقيه. بيبدا فيلمنا في روما، والشرطه الدوليه محاصره متحف سانت انجلو في روما، لان العميل جون جات له معلومات ان بوس ناوي يسرق بيضه كليوباترا النهارده. وبوس ده هو لص محترف ومن اكتر لصوص الاعمال الفنيه المطلوبين في العالم، بس لقى البيضه موجوده مكانها، لكنه كان شاكك انها البيضه الاصليه. شافها على جهاز الاستشعار طلعت البيضه مزيفه فعلا، وعشان يتأكد أكتر حط على البيضة بيبسي، وهنا الكل اتأكد إنها مزيفة. طلبت المحققة قفل المتحف، وفي اللحظة دي هرب بوس بيجري وراه جون عشان يمسكه، وقدر يهرب من جون. بس المحققة شافته قبل ما تمسكه قدر يهرب مرة تانية بخدعة منه. شافه جون مرة تانية وجري وراه بس قدر يهرب منه تاني، لكن المرة دي مشي في طريق نهايته واحدة. اتجه جون ناحية المخرج عشان يلحقه، وأول ما جون شافه رفع عليه المسدس وطلب منه إنه يديله الشنطة. في الوقت ده دخلت المحققة، فقدر بوس إنه يوقع المسدس من جون، فمسكه جون ووقعه من الشباك. وقدر بوس إنه يهرب، بس جون لقى سلم جنبه وقدر من خلاله انه يوصل لبوس. نط بوس على الارض وخد دراجة واحد وهرب. اخد جون عربية واحد عشان يلحقه، بس دخل في عربية تانية وما قدرش يوصل. وبنروح لبالي، وبوس رايح البيت بتاعه بيتفاجئ بجون بيكلمه من وراه، والشرطة والمحققة دخل. فرحب بوس بالمحققة داس المعروف عنها الشجاعة، فخدت منه البيضة وقالت له انها هتبعته اسوأ مكان في العالم. في الوقت ده قال جون ان هو قدر يعرف بوس على حقيقته. رد عليه بوس وقال له بس انت ما تعرفنيش. قال له جون ممكن اكون ما اعرفش، بس حللت شخصيتك من اول ما سرقت لوحة سيدة بقبعة حمراء. بوس قال له بس مفيش دليل على الكلام ده. وبصوا هما الاثنين على اللوحه المتعلقه على الحيطه. جون قال له انا متابع عملياتك من فتره للتانيه، فخليني اوصفك على حقيقتك. انت ابن وحيد، ابوك شرطي سويسري وامك بروفيسوره امريكيه. بدات السرقه وانت عمرك بين ال6 وال8 سنين، واكتشفت انك موهوب جدا في السرقه، وده اللي خلاك تحس انك مميز ومختلف. بتشتغل لوحدك من غير فريق، وما بتعملش غير العمليات الكبيره اللي بتتصدر وسائل الاعلام، وده اللي بيحسسك بالاثاره طبعا، وانك عاوز يتقبض عليك عشان تهرب وتحس انك مميز عن الباقي، وكمان تكسب رضا اهلك. فهنا بوس ساله انت لقيتني ازاي؟ قال له بالطريقه اللي عرفت بيها انك هتسرق البيضه في روما. بيقول له بوس الفيل؟ رد عليه وقال له ايوه الفيل، وبدا تجهيزه عشان يطرحها. قررت المحققه انها ما تحطش البيضه معاه وتديها لجون في عربيته ويتقابلوا في المطار. فحطها جون في العربيه وراح يركب. السواق قال له باب العربيه لسه مفتوح. في الوقت ده كانت الفيل سرقت البيضه وبدلتها بالمزاف. رجع جون عشان يشوف البيضه لقاها زي ما هي، والفيل نزل تحت العربيه عشان جون ما يشوفهاش. ورجع جون ركب العربيه ومشي. وبنرجع لروما بعد مرور 32 ساعه، وبنشوف جون وهو مستني طيارته اللي بعد ساعه. المحققه بتدخل عليه وفي ايدها شنطه. بيسالها جون في ايه؟ قالت له انا اللي كنت هسالك السؤال ده. انا فتحت الشنطه وطلعت البيضه وكسرتها وظهرت انها مزاف. واتهمت جون ان هو اللي سرقها. قال لها مستحيل. قالت له مستحيل زي حساب جون هارتلي اللي في سويسرا اللي اتحول عليه 8 مليون دولار من طرف ثالث مشفر، والكلام ده يوم ما البيضه اتسرقت. في الوقت ده الشرطه دخلت وقبضت عليه. وبنروح لروسيا، السجن اللي هيتسجن فيه وهيقعد في نفس المكان مع بوس. وبعدها بيروحوا ياكلوا، وبيس بيقول له ده صدفه. جون قال له لا مش صدفه، دي خطه كبيره بحركه واحده من الفيل. بعدت منافسها الرئيسي اللي هو بوس، والمحقق الرئيسي اللي هو جون. جون بيقول له 300 مليون دولار، انا عمري ما سمعت الرقم ده قبل كده. قال له بوس ده مش سعر بيضه واحده. اسمع يا سيدي، اللي بيجيب ال3 بيضات لملياردير مصري قبل ليله جواز بنته بياخد كل الفلوس، وبنته اسمها كليوباترا. جون قال له بس ازاي والبيضه الثالثه محدش يعرف مكانها؟ قال له عندك حق، دي مشكله، بس انا كنت هجيب الاولى والثانيه، والبيضه الثانيه عند تاجر اسلحه عالمي اسمه سوتو فوتشي، عارف عنه كل حاجه. والده كان عاوز يخنقه وهو عنده 14 سنه، وتاثر بالموضوع ده قوي وبقى عنده خنق الناس هوايه، وكل سنه بيعمل حفله تنكريه للزبائن الكبار في بيته. والبيت ده في فالنسيا، في الدور العلوي في مكان سري، هناك بيضه كليوباترا الثانيه. وبوس حب يخوف جون، فقرر انه يقول لكل الموجودين ان جون راجل شرطه. بس لما قام قال ان الراجل ده مش شرطي، وانه محلل شخصيات عند المباحث وبس. بيقول لهم رحبوا معايا بصديقنا العزيز، بس محدش بيرد عليه. بعدها قعد وقال له محدش سمع حاجه، كل حاجه تمام. في الوقت ده قام دراجو جراندي ومشي. لما وصل عندهم وقال له اهدى خالص عشان ده عصبي، وقام رامي اطباق الاكل على جون قام وقال له انا مش عاوز اعمل مشاكل، بس هو ضربه في وشه. وبعدها الشرطه جت وفصلتهم عن بعض، وراح كل واحد على زنزانه. جون مسك بوث وقال له ما تفكرش تعمل كده تاني، عشان لو فكرت هيكون اخر حاجه تعملها في حياتك. في الوقت ده النقيب طلب يشوفه، بس المفاجاه انه ما كانش النقيب، كانت الفيل. سالها جون احنا هنا ليه؟ قالت له عشان نتكلم، بس في الاول عاوز اعتذر منك. بعد ما سرقت البيضه في فالي حطيت في حسابك 8 مليون دولار، وبعد كده استنيت المحققه دانس تتصل، واعتراض الاتصال كان في الوقت المناسب. انا اللي قلت لها ان اسمك مش موجود في وحده تحليل السلوك في المباحث، واختفيت بعد كده. جوني قال لها انت نهيتي حياتي. قالت له تمام، يبقى نبدا نشتغل. البيضه الاولى معايا، والثانيه كمان هتكون معايا في
خلال 48 ساعه، لسه بس البيضه الاخيره. جوني قال لها بس محدش يعرف مكانها. قالت له هو صاحبك ما قالكش؟ بوس حلف انه ما يعرفش هي بتتكلم عن ايه، بس هي طلعت تسجيل بصوته وبيعترف انه عارف مكان البيضه الثالثه. بيبص له جون وبيقول له انت كنت ناوي تقول لي امتى؟ رد عليه قال له ما كنتش ناوي اقول لك خالص عشان انت شرطي. عرضت الفيل عرض على بوس انه يقول لها مكان البيضه الثالثه فين، وهي هتخرجه من السجن وتدي له 10%. فرفض بوس وقالت له تمام هزورك بعد البيضه الثانيه ما تكون معايا، وقتها العرض هيكون 5% وبس. وطلبت من النقيب يشغلهم اكتر. وهم بيشتغلوا جون طلب من بوس انهم يكونوا فريق واحد ضد الفيل عشان يدخلوها السجن بقيه عمرها. وقت ما هم بيتكلموا طلب جون من بوس يساعده عشان الحجاره هتقع في ساعده، وقالوا فريق 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 مش قادر اكمل. وهم نايمين جون قال له الوقت بيمر ولازم نخرج من هنا في اقرب وقت. بوس قال له انا بجهز للخط. وبعدين جون ساله ازاي اتنقل من ابن شرطي لحياه كلها اجرام. قال له باختصار والدي كان شخص بغيض جدا. وبوس سال جون عن والده قال له ما بتكلمش عنه. في اليوم الثاني بوس قال لجون عندي خطه نهرب بيها في 3 خطوات. الاولى هنحط الصابون مع محلول التنظيف ويتكون حمض النتريك فنليهم ونهرب بسرعه. الخطوه الثانيه نفتح الباب المقفول بالمفتاح اللي سرقته. والخطوه الثالثه نمشي من الحته دي عشان نوصل للطياره. وجري بوس ووصل للطياره وكان بيحميه جون انه يضرب نار على الجنود، بس في جندي من فوق ضرب عليه نار والجسر وقع لكن جون قدر يمسك في الحبل. وبوس قدر يوجه الطياره ناحيتهم ويضرب عليهم نار بالطياره، وقدر جون يطلع ويدخل جوه الطياره ونجحوا انهم يهربوا. بنروح للندن والفيلم مكتفه محلل الاستخبارات عشان تستخدم الكمبيوتر بتاعه وتبعت رساله للمحققه داس. وبنرجع نشوف جون وبوس هما بيقابلوا تام بوي صاحب بوس. وهما في الطياره بوس بدا يشرح لجون الخطه، وهي انه خلال الحفله الضيوف بيكونوا موجودين في الطابق الرئيسي والبيضه في الطابق اللي فوق، وعلى باب الاوضه في حراسه جديده، بس في طريقه ندخل بيها الاوضه وهو الباب الخلفي. هنلبس هدوم نوم سودا زيهم وندخل اوضه النوم، وبعد كده هندخل للمكتب وناخد البيضه الثانيه. جون قال له طيب والمراقبه الامنيه؟ بوس قال له ده تاجر سلاح اكيد كل شبر عليه حراسه خاصه، كل مدخل عليه حارسين بيتبدلوا عشان يفضلوا فايقين، وعندنا 45 ثانيه عشان نوصل له، وفي 87 كاميرا بتراقب كل حاجه فبيشوفوا وكمان بيسمعوا. بس المشكله هنا ان الباب اللي بيودي للاوضه الوسيله الوحيده عشان يتفتح هي التعرف على الوش والصوت، وما بيفتحش غير بوش وصوت سوتو فوتشي. جون قال له ده هيحصل ازاي؟ بوس قال له بتقنيه التزييف العميق، وكمان في رمز مرور عشوائي بيتغير كل 6 دقائق، والرمز موجود بس على تليفون سوتو فوتشي، وهنحتاج لبصمه ايده عشان تليفونه ايفون من النوع القديم جدا. بعد كده بنروح لفالنسيا بنشوف الحفله اللي عاملها سوتو فوتشي. بيدخل جون الحفله وطلب بوس من جون انه يجيب التليفون، وبوس هيجيب هو بصمه الصباع. بعدها جون بيشوف الفيل وبيقرر يغير الخطه ويروح يكلمها. قالت له انت هنا انت وجون عشان تسبقوني وتاخدوا البيضه؟ قال لها لا انا هنا عشان ابرأ نفسي. وبعد كده بداوا يرقصوا مع بعض. بيشوفهم سوتو فوتشي وبيروح يطلب من الفيل انه يرقص معاه، وهو ماشي خد التليفون منه وقدروا يدخلوا الاوضه. بعدها وصلوا للبيضه بس لقوا الفيل هناك، وبدات بينهم معركه. في الوقت ده كان سوتو فوتشي متجه للاوضه مع رجالته. بعدها ظهر ان الفيل وسوتو فوتشي شغالين مع بعض. وتاني يوم بنشوف بوس وجون وهم مربوطين، وبدات الفيل تكهرب جون عشان بوس يقول لها مكان البيضه الثالثه. ولما سوتو فوتشي ما لقاش نتيجه من كهربة جوني راح عشان يخنقه، فقرر هنا بوس انه يقول مكانها. بوس قال له انها في مصر في حجره مخفيه في الهرم الاكبر، والحجره دي هي قبر كليوباترا السري. بعدها بداوا يحتفلوا وفجاه وقع سوتو فوتشي على الارض ومشيت الفيل وسابته. وفجاه صحي سوتو فوتشي تاني وبدا يضرب نار على جون وبوس لكن محدش فيهم اتصاب، وقدر جون انه يحرر نفسه وكان ماشي. بس بوس قال له انه كذب عليهم والبيضه الثالثه مش في مصر. جون قال له ما يهمنيش البيضه الثالثه، انا عاوز اقبض على الفيل عشان اثبت براءتي. قال له مش هتعرف توصل لها من غير. ففكوا وخرجوا سوا، بس لما طلعوا خرجوا لحلبة الطور، وبعد كده قدروا ان هم يخرجوا منه. وهم في القطر جون طلب من بوس ان يساعده انه يقبض على الفيل عشان دي فرصته الوحيده انه يستعيد شغله وحياته. بوس رد عليه وقال له في ابريل 1945 تاجر القطع الفنيه الخاص بهتلر هو الراجل الوحيد اللي شاع انه شال بيضه الملكه كليوباترا الثالثه. ركب سفينه وهرب من المانيا للارجنتين وسافر بشنطه واحده و16 شنطه شحن فيهم الات وبس. وكان هنا سؤال طول 70 سنه ساله محبين التحقيق وصيادين الكنوز، وهو ايه اللي يخلي تاجر قطع فنيه يسيب زبونه ويقعد في نص الكره الارضيه مع حوالي 100 طن من الالات؟ وكانوا مهووسين انهم يلاقوا ملجأ هتلر المخفي في مكان ما في امريكا الجنوبيه، ووالد بوس كان واحد منهم. كان بيقضي اكبر وقته يقرا الخرائط القديمه والملفات السريه، وكان بيحب يشتري اغرب الحاجات منها ساعه، بس ما كانتش زي اي ساعه، كانت لتاجر تحف اسمه رودلف زايك. وبعد ما كسرتها اكتشفت اني كنت ماسك سر مكان البيضه الثالثه. بنروح بعد كده للارجنتين وجون وبوس بيدوروا على المكان السري جوه الغابه، وبيضرب جون اللي في ايده في الارض وبيكتشفوا المكان السري وبينزلوه. بيلاقوا باب بيقدروا يفتحوه بساعه والد بوس، ويقدروا يلاقوا البيضه الثالثه. بس الفيل دخلت عليه وطلبت من بوس انه يسلمها البيض، وقبل ما يسلمها دخلت المحققه داس مع الشرطه وبداوا يضربوا نار على بعض. جون وبوس والفيل قدروا يهربوا من خلال العربيه الموجوده. قدرت المحققه داس انها تلحقهم، وفي نهايه الطريق قدروا ينطوا من العربيه في الميه. وبعد ما خرجوا من الميه راح جون وبوس للفيل، وبوس قال لها اعترف انك خسرتي وانا صديقي جون هيأمن لك سجن المدى الحياه. جون كان رايح عشان يقبض عليها، بس في الحقيقه طلعوا هما الاثنين الفيل. ورفعت الفيل المسدس في وش بوس، طلبت منه البيض، وبعدها جون ربط بوس في الشجر. وبنروح للقاهره والاب بيقدم الثلاث بيضات لبنته في يوم جوازها، بس المحققه داس جت وقبضت على العروسه ووالد العروسه. في الوقت ده بيمشي الفيل جون وحبيبته. وبنروح سردينيا بعد مرور 6 شهور، ووقت ما جون وحبيبته كانوا بيرقصوا مع بعض دخل
ودخل عليهم بوس وعرض عليهم سرقة جديدة وانهم يشتغلوا مع بعض ويكونوا فريق واحد. في البداية رفضوا بس بعد كده وافقوا انهم يشتغلوا مع بعض. وهنا بينتهي الفيلم. في الختام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سلام. Thank you so much